السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني قوي قوي قوي. تعالوا بقى نعمل وصفة حلوة قوي. نعمل النهاردة طواجن السعادة او طواجن كيكة الاوريو. عايزة اقول لكم حلوة قوي. معانا كوبايتين دقيق، كوباية كاكاو خام، كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، 4 بواكي اوريو معايا، شوية ملح صغيرين. عايزه اقول لكم بيدي قوام حلو قوي للكيكه، ومعايا 4 بيضات، ومعايا بيكنج باودر. تعالوا نشوف بقى هننزل ايه في البوله بتاعتنا. نزلنا بكوبايه الزيت. عايزه اقول لكم كوبايتين الدقيق دول هيعملوا معانا كميه حلوه قوي. عملوا معايا حوالي 10 طواجن هتشوفوهم معايا. حطيت كوباية الزيت وكوباية السكر. طبعا بنزل ببيضة بيضة عشان خاطر لو البيض بتاعنا فيه حاجة نستغنى عنه خالص. يعني بننزل في بولة كده بعيد عشان ما نبوظش المقادير بتاعتنا ونبوظ الحاجة. فبنختبر البيض الأول، وده أفضل وأحسن بكتير. طبعا دول بيضتين. هنزل باتنين تاني. انا زي ما قلت لكم هعمل 4 بيضات على كوبايتين دقيق، على كوباية كاكاو، وكوباية لبن وكوباية سكر وكوباية زيت. تمام كده. عايزة اقول لكم هيطلع حلو جدا جدا جدا. حطيت طبعا شوية من الفانيليا السايلة. لو ما عندكيش هتحطي فانيليا البودر الموجود عندك المتاح هتستخدميه. طبعا المقادير بتاعتنا كلها بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تكونش طالعة من التلاجة خالص. اهم حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تطلع معانا الوصفة بتاعتنا ناجحة. اي وصفة لكيكة يا بنات لازم تكون المقادير بدرجة حرارة الغرفة. وتاني حاجة لازم نكون مولعين الفرن قبلها واحنا شغالين كده، عشان يطلع معانا كيك بتاعنا يطلع حلو قوي. هنضرب بقى البيض بالسكر بالفانيليا بالزيت اهو، بالشكل ده. هنفضل نضرب كده. لو عندك خلاط هتستخدميه. طبعا الطبيعي بتاعي اللي متابعين الفيديوهات بتاعتي اكيد عارفين انا بستسهل الهاند بلندر جدا. طبعا لو ما عندكيش في قلب الخلاط، وهنضرب كل المقادير دي مع بعض. تمام. طبعا انا مش هنزل باللبن دلوقتي، هسيب اللبن ده في الاخر عشان خاطر نشوف القوام بتاع الكيك بتاعنا هيبقى عامل ازاي، وهياخد معانا قد ايه لبن. هنزل بكوبايه الكاكاو الخام. طبعا ده كوبايه كاكاو خام، مش محلى، لا كاكاو خام عادي. بيتباع طبعا عند العطار. قولوا عايزه كاكاو خام هيدولك. آه، يعني ب10 جنيه كميه حلوه هيديهالك. طبعا هي كوبايه واحده اللي احنا استخدمناها النهارده في الوصفه بتاعتنا. عايزه اقول لكم الوصفه دي حلوه قوي في الشتاء. ان طبعا فيها شوكولاته كتير، بتدفي وحلوه قوي في الشتاء. اهم حاجه بقى كمان في الكيكه ان احنا لازم ننخل الدقيق بتاعنا عشان ندخل الهواء في قلب الكيكه كده تطلع معانا القوام بتاعها حلو كده وطريه وهشه. ونستغنى عن اي حاجه طبعا في الدقيق. اكيد طبعا هيطلع فيه اي حاجه اهو. هنزل بكوبايتين. ما شاء الله كوبايتين الدقيق زي ما قلت لكم عملوا معايا حوالي 10 طواجن. حلو جدا. كميه حلوه. طبعا دي معلقه كبيره من البيكنج باودر او كيك شيف، يعني اللي عندك هتستخدميه. دي شويه صغيرين خالص من الملح. انا بحب بصراحه احطها على الكيك، بتدي قوام حلو برضو. ومعايا 4 بواكي من الاوريو. هحط يعني هفتح 3 بواكي وهكسرهم بالشكل ده، وهنزل بيهم على الخليط بتاعنا. يعني هنزل ب3 بواكي، وهسيب باكو ازين بيه. هتشوفوه معايا كملوا الفيديو بس. وما تنسوش بقى لايك كده وتعليق حلو كده عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. طبعا انا بيكو القناة دي هتكبر، يعني بيكو القناة دي ان شاء الله هتبقى المليون. بس ان شاء الله باللايكاتكم بقى والتعليقات وكل حاجة هتخلوني ان شاء الله ان انا اكبر كده ان شاء الله. بصوا طبعا مسكنا البسكوت كسرته زي ما قلت لكم. بصوا هو سهل جدا ان بيكسر بالايد. لو مش هتعرفي تكسريه بايد هون باي حاجه عندك هتدقدقيه كده. احنا عايزين مش مهم يبقى ناعم قوي، لا احنا عايزينه بس يعني يبقى مكسر شويه كده. ان كل ده هيتضرب معانا. عايزه اقول لكم رهيبة، بجد رهيبة. جربي الوصفة دي هتعجبك قوي. وطبعا موفرة جدا. لو رحنا اشتريناه من بره هيكلفنا كتير قوي. لا احنا بحاجات عندنا في البيت عملناه ووفرناه وعملنا كمية حلوة. عايزه اقول لكم اليوم ده كان جاي لي ضيوف، يعني اديت لكل واحد طاجن كده. عايزه اقول لكم حلو قوي. كان طعمه حلو قوي وعجبهم جدا. بصوا هروح اضرب بقى المكونات دي انا حلوه.
وارجع لكم تاني. بصوا قعدت اضرب فيها لحد ما بقت بالقوام ده. هبدأ بقى ان انا انزل باللبن بتاعنا او الحليب. طبعا الكوباية حطيناها كلها. المقادير بتاعتي مظبوطة جدا. طلع قوام حلو جدا. مش قادرة اقول لكم كان عامل ازاي. بصوا انا بحاول ان انا ايه زي ان انا اقلب كده شوية بالهاند بلندر عشان خاطر اعرف اضربه كويس. بصوا عايزة اقول لكم طالعة ناجحة جدا جدا جدا، جربيها هتعجبك قوي قوي قوي. بصوا قعدت اضربها لحد ما بقت بالقوام ده. طبعا فيها قطع من الاوريو. بصوا اللي فيها ده مش حكايه يعني كلاكيع ولا حاجه، لا ده بسكوت الاوريو. عايزه اقول لكم واو، يعني بجد واو. اهو للناس بقى لعاشقة الشوكولاته. بصوا طواجن غرقانه في الشوكولاته زي ما بيقولوا. اهو بصوا هو ده السمك اللي انا عايزاه. بصوا عامل ازاي، هو ده المطلوب بالظبط. طبعا جبت طواجن فخار عندي. آه هي الوصفة تبقى حلوة بصراحة في الطواجن الفخار. انا ممكن اقولك اي حاجة عندك تستخدميها، بس هي بصراحة في الطواجن الفخار عايزة اقول لكم مدية طعم للكيكة كده، او الكيك تحفة قوي يعني. الفخار ده يا جماعة الاكل فيه عالمي بجد، اذا كان حلويات او اذا كان اكل. حلو قوي، بيدي نكهة كده وطعم حلو قوي. لو ما عندكيش بقى هتحاولي ان انت تعمليها في صينيه، بس انا بصراحه في الفخار يا ريت تجربيها هتعجبك. جبت طواجن فخار زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم انا عملت 10 طواجن، بس ما حبيتش ان انا اكتر كميه قدام على الرخام عشان المساحه عندي مش هتاخد، فعملت 4 هوريكم. بصوا هحط قيمه نص الطاجن، مش هكتر عن كده، يعني هو نص الطاجن بس اللي هنحطه. وطبعا يا بنات زي ما قلت لكم احنا مولعين الفرن قبلها. يعني اي وصفه كيكه اي وصفه بنكون بنعملها داخله الفرن، بحب بصراحه ان انا يعني اسخن الفرن. طبعا هيتحط على الشبكه اللي في النص زي تسويه الكيكه العاديه. مش هنفتح عليه خالص عشان ما يهبطش معانا، لا مش هنفتح عليه خالص. ولما يعدي كده ربع ساعه او تلت ساعه او حسب درجه حراره الفرن بتاعتك هتعرفي ان هو استوى. طبعا زي ما قلت لكم زي ما احنا بنسوي الكيكه العاديه بتاعتنا خالص، يعني مفيش اسهل من كده. طبعا زي ما قلت لكم في الشبكه اللي في النص هيقعد حوالي ربع ساعه تلت ساعه. تمام. ولما نتاكد نعرف ازاي بقى نستوى، طبعا هنحط فيها عصايه اللي هي الخله بتاعت الشيش طاووق. آه، ونشوفها نختبرها، لقيناها ما طلعتش فيها اي حاجه والخله معانا او العصايه الستيكس بتاعتنا نضيفه، نعرف كده ان الكيك بتاعنا استوى. عايزه اقول لكم حلو قوي. بصوا انا عملت الاربعه دول عشان المساحه بس على الرخامه، وطبعا كملت الباقي، عملت 6 تانيين غير دول. يعني الكميه دي كلها عملت معايا 10 طواجن من دول. بصراحة كان حلو قوي، عجب الضيوف اللي جولي قوي. ما كانوش مصدقين بصراحة ان انا عاملاه. الطعم بتاعه مفكرين ان هو حاجة جاهزة، قلت لهم لا انا اللي عاملاه في البيت. طبعا فاكرين باكو الاوريو اللي احنا سيبناه في الاول، يعني لما قلت لكم انا معايا 4 اكياس هنكسر 3 ونحطهم على المقادير وهنشيل باكو، هو ده الباكو بقى. بنزين بيه كده، بنحط في كل طاجن كده واحدة اوريو. عايزه اقول لكم لما بتستوي بتدي شكل حلو قوي وبتدي طعم حلو قوي. بصوا بقى عامل ازاي، بصراحه تحفه قوي. بصوا اختبرناها بالستيكس نضيفه خالص، يعني كده استوت معانا ومية مية. تعالوا بقى نزينها كده شويه. بصي عايزه تاكليها بالطريقه دي حلوه جدا، عايزه تاكليها احلى واحلى هتجرنشيها بمعنى اي صوص عندك موجود. انا بصراحه استعملت النهارده ميكس تيلا. لو ما عندكيش ميكس تيلا اعملي صوص شوكولاته بكاكاو وشويه سكر وشويه حاجات عندك، هتعملي شويه صوص شوكولاته كده حلوين. ولو عايزه صوص شوكولاته حلو انا كنت عاملاه قبل كده على القناه، ارجعي للفيديوهات كده هتلاقيه. آه عندك ميكس تيلا، عايزه بصي اللي عندك حابه تعمليه اعمليه. بصي انا كان عندي شويه ميكس تيلا في اخر يعني العلبه كده، فحبيت ان انا بصي انا بدي مسحه بس، وهي الطواجن طالعه معايا منها تشرب الكيكه تشرب اكتر، يبقى كلها شوكليت كده، ومنها بيدي طعم حلو قوي. ولو ما عندكيش ميكس تيلا زي ما قلت لك متفقين هنعمل صوص شوكولاته عادي خالص. بصوا هحطها اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم جربوه، لا جربوه اهو، مفيش اسهل من كده خالص.
ووفرنا كتير يعني بمقادير عندنا في البيت، عملنا كمية وفيرة، يعني كمية كتير تأكل كذا فرد. يعني يعني لو رحنا اشتريناه من بره هيكلفنا كتير، طب واحنا ليه نشتريه من بره؟ ما احنا هنعمله في البيت احسن. يعني حاجة نظيفة وحاجة حلوة. وانتوا عارفين بقى كل سنة طيبين، يومين شتا بقى وعايزين حاجات تدفينا كده، فطبعا الكاكاو والشوكولاتة والحاجات دي بتدفي كده وحلوة قوي في الشتا. فقومي يلا بقى جربيها كده واعمليها للولاد، هيفرحوا قوي وهينبسطوا. اهو. طبعا كان عندي، بصي التزيين ده بتاعك، يعني التزيين ابدعي فيه زي ما انت حابه. يعني بصي حطي تاتشاتك زي ما بيقولوا، كل واحد بقى يحط اللي هو عايزه. انا كان عندي الشوكليت اللي هي المدوره دي، آه، حطيت بس كده كام واحده كشكل بس كده، وكتست برضو. بس هو بصراحة والله هو سادة برضو طعمه تحفة قوي لو انت مش عايزة تحطي كل الحاجات دي، بس الحاجات دي بقى مديها يعني طعم اكتر. وبكده بقى اقدر اقول لكم ان انا خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. بصوا تعالوا نشوف بس القوام الاول عامل ازاي. عايزه اقول لكم، عارفين الكيكه اللي بتتباع في السوبر ماركت الهوهوز والحاجات دي؟ والله ما تختلف حاجه، ويمكن احلى وانضف ان احنا عاملينها في البيت. عايزه اقول لكم غرقانه جدا. الاوريو طبعا اللي احنا كسرناه وحطيناه في قلب الدقيق والبيض والحاجه، آه، خلاها دايبه. خلاص، وبكده بقى اكون خلصت الفيديو واقول لكم مع السلامه، وما تنسوش لايك. باي باي.